قالوا لي أركن لأبواب سلاطيني توز جوائز تغني كل ماهين قالوا لي أركن لأبواب سلاطيني توز جوائز تغني كل ماهين فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضيا خير العلم والدين ولست أرجو ولا أخشى سوى ملكي لأنه جل يغنيني وينجيني أني أفوض أهوالي لمن حجزوا عنها لأنفسهم مزى المساكين أو كيف يبعثني حب الختام إلى جوار من دورهم روض الشياطين إن كنت ذا حزن أو كنت ذا وتر دعوت ذا العين قول الرأي والشين وهو المعين الذي لا شيء يعجزه وهو المكون ما شاء تكوينه إن شاء تأجيل أمر كان ذا عجل أو شاء تأجيله يبدأ إلى الحين يا من يلوم فلا تكثر ولا زليل إذا لست من فغرة الدنيا بمعزولين إن كان عيبي مقصود في ختامهم فذاك عيب نفيس ليس يؤذيني قالوا سفيه لصرفي عن بشري ورغبتي عن ذوي العصيان في البصر قالوا سفيه لصرفي عنهم بصري ورغبتي عن ذوي العصيان في البصر قالوا سفيه لتفويضي إلى ملكي أمري عن الكون في صبر وفي قدر قالوا سبيل لحبي خالقي ملكي ولم أكن للبرايا أشتكي ضرري قالوا سبيل لكوني لم أخف أحدا وما رجوت سوى الرحمن ذي القدر قالوا سفيه لقفوي نهدم الجينام الشيخ سيدي أفعال الخير في الخبر فقلت خلوا سبيلي واتركوا عزلي ما لي سوى طاعة الرحمن من وطري ما لي سوى الله اسم الله غيبني وجاني الملكان دهر من وزري ما لي غدا حين أسرائيل يقبضني روحي نسير سوى مولاي في الغسر ما لي غدا اليوم حسر الخلق كلهم
رب لطيف سوى مولاي ذي البشر ما لي إذا الضر أدناني وأزمنني غوث رحيم سوى مولاي يا زمري إن سفهوني في ورد أخذت به لشيخ سيدي خير البدر والحضر فلا أكون رشيدا مثل رشدهم فسوف يمتاز يوما أعظم السير الحمد لله إذ كانت صفاتنا إدامة الورد والأذكار والفكر الحمد لله إذ كانت صفاتنا إدامة الورد والأذكار والفكر الحمد لله إذ كانت صفاتنا إدامة الورد والأذكار والفكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سادات المريدين في أمداء خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم القادمين وهي لعبد الله تعالى وقديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد ابن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين وبعد ولا أونا بمكانتما تعالى بجاه ممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 11 و300 وألف من هجرة من لم يسكن المدون في مسكن ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه قلبي له في تعب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي أدبا بالجلوس بلا علم ولا أمل والنفس غرار ولسادة دابا وهو قرار يلوم وفي قهر وفي كمل بإذن ربي والمحفوظ إبرار أنا جسمي أما القلب يطلب من المناقب تزويف وإسرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدنى وغفار غفار لبذنوبي وقتك الكبري بمن علي لتركي ثوره بما يخاطبني في دور عودتي بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شتت بك الدار وحال من دوني زول وأوهام لا يمنعنك بعد من زيارتي إن
إن المحب لمن يهواه سوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما خاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بدائما حيث ما زادت تحاربه شمس تغاربها بسوي أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بر وعليه آبار وأنهار للبر نور هزيم يستنار به لكن إذا لم يكن لشمس زار للغصب طول لدى عين لو نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء تاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار أطل ماء ولا كالبول منسجما ولا تجاري الندى بالماء يمتار ذاك البلاد الذي يرجو نجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار وهو الذي يغجر بي عن زيارتي لكن لساني له كالقلب زوار لو علي لوجه الله دين سنة مستحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقتي وخلقي قيل تسجاح وأشفار ولم يجي من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجي والشهر مما هذا مغسار أهل الفضائل تربي سلامته وليس يدرك بالأكواب التيار كاب الواسال والبوسير قد بنوا وكلهم سيره نور وأسرار فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تخيس من عبد الله بالفضلات إن الكواكب يخفي آسن النار للمصطفى خير خلق الله منزلة لو جهاد أو كل الورى رام الورى نيل بدل المسرين له والفضل عند رسول الله قرار كلتا يديه لا سيد لازمه فضل وبأس لمن لانوا ومن جاروا له من الحلم ما لم يهوي بشر أو جن أو ملك وصدر مسار له لدى الله سر لا يتانه بالكد والعلم ربان وأخبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليس غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يهوي جبل لاقى الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يصدع به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار مسلما تفهمان ويختار ولا لمن بجزاز قد وزرفا لأنهم للورى سادات يحيى وذهبه الخر من أغرانهم
إذ بعضهم هاجروا والبعض أنصار لهم لدى الله تخصيص بما سفروا هم النجوم لقوم في الدجى ساروا لهم لدى الله تنوير سفايا إذا يلا الكل أدناس وأكرار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا ترا وخفض الذي آلت كفار والصفح والحلم دوبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق عمر عثمان وعلي نعم الأبرار عليهم رضوان الله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني ذنب والغار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروم انخفاضي دار أسرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يقاربني بالسوء قرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالقدر خدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أغيار سألت ربي صلاة منه دائمة هني له ما قوم آله ساروا سألت ربي صلاة منه دائمة هني له ما من في حبي هاروا سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه لها نور وأسرار سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وورا مثل من خاروا أمام مغربي صديق سيدنا وللجميع بأن قد باق إقرار وبعد إسرافق المختار ودوما في الدين ومخل فيه الأنصار إذا رجوا بتكذيب وبعدهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمغرب هزيم لولا من خديم والكل منهم بسوء في أمار وقابلوا بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو سفار ويكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يعطى من الأجر ثم ترك خرار وهاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن لذنب غفار وحين أبصره صديق ذا سرعين وتحته شيزم بالشوي فرار وليس عندهما خير اللبيس له قال المكرم لا تصل لمن جاروا فصار يدعى بسام اثنين حينهما أخفاهما النجو والبرخاء والخار وفي فدائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار وأتى النبي بأموال وأنكاه بنتا ولم يره شك وإنكار لم يزل
ففي مزاياه لا يرتاب ديان وهو المتم ذوي الإسلام يوم دار وهو المتم ذوي الإسلام يوم دار وهو المتم ذوي الإسلام يوم دار بمن به كان للإسلام إسلام والله برا بالمعروف سيدنا علق من بعد أكرم الرجال وما له جبريل الأمين وأتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلاما فدا عمر البشرى عن السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتبعا له فدائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس ترا بالهدى ولو بهدي وبإذن منه الأمصار وهو السراج لأهل الفوز فيه الأتار الحق مع حمر فالفضل مسار ومن كراماته بعث الكتاب إلى نيل توقف ثم الماء مدرار أمام ما يغاد سيدنا فعله في تبديل الدار هذا السادة والنورين ثم له من الرسول خصوصا البرار بعد النبي إلى قدر يروم له ردا من الله إذا تبديل كبار عظمته ورضوانا ومغفرة إذا قد فت إجهار وإسرار وفي قال النبي عثمان يشفع فيه 70,000 وكل حقه النار وهو الذي منه تستحي ملائكة والمصطفى فله قدر الأقدار ومن كراماته أنا سروتم يوما على الدار سلما وهو صبار صلت ملائكة الرحمن يوم قضاء عليه وفق الذي أبدل أخبار ومن خوارقه أمثال من دمه على الكتاب لياد فيه إنذار زوج البتول علي فهو مختار له السجاد والإرفان ما سلف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم يفوز بين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الإنذار لو أقر رسول الله منزلة منه كارون من موسى لنصار ومن سجاءته أنبات منتجا فوق الفراش وحول الدار مكار وعليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بعد يرسل والمصطفى منهم كفت أبصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليرفع عنه ما يبغي من جاره وإنما خرج المختار وجهه بخبدة من تراب والهدى حار فضائل صعب عند الله جل وعلا أن أبدياك لتقلام وأسرار سادوا جل بالمختار ثم بهم ألا أزال الذي اختار أختار يا ربي بالمصطفى الماهي معصيتي خديا عمر تسويف وإسرار فليخرج اليوم من قلبي اتباع غوى
بجاهي وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخل معرفة والحق والصبر والأولى والإدبار حتى أفارق أفعالا محبات مع تلازم ما يغزى به الجار وبالجواب سلام بسلام على خير الورى بجميع الآل من حاروا وأن تذوق صلاة بسلام له هني تشمل قوما صابوا ساروا وأن تجر صلاة بسلام له بها تزائلني في الحين أوزار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي دار أنوار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي منه أسرار وأن يلازمني توحيد أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعدي موفيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أليار وأن أكون على الأعداء معتليا حتى لينقاد أسرار وأغيار وأن أكون زيدا عابدا أبدا وخالد من خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار وارض به النور لا أنه قول وتكرار وابني الدار بالمختار ثم بهم الله خالد ما للضر جرار وابني الدار بالمختار ثم بهم الله خالد ما للضر جرار